حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة البروفيسورة. معانا النهاردة اول ليسون عندنا، ليسون سهل وبسيط جدا جدا جدا، بيتكلم على حاجة اسمها الكيميكال رياكشنز. يعني ايه كيميكال رياكشنز؟ اول حاجه قبل ما نبتدي يعني ايه كيميكال رياكشن ونقول لا، الكيميكال رياكشنز دي plays important role in our daily life، ليها اهميه كبيره جدا 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 في حياتنا. طب عايزين نعرف ايه الامبورتنس اوف كيميكال رياكشن قبل ما نعرف يعني ايه كيميكال رياكشن اصلا. طيب importance of chemical reaction، اول حاجه معانا هي ال burning of car fuel. burning of car ايه؟ fuel. انا دلوقتي راكب عربيتي رايح شغل الصبح، العربية دي بتحتاج ايه عشان تمشي؟ بتحتاج ايه؟ بتحتاج الانرجي بتاعتها، بتحتاج الحاجة اللي هتديها الability to move، هتخليها تقدر تتحرك وتمشي. انا دلوقتي بقدر اتحرك ازاي؟ واكله كويس قوي قبل ما انزل، عشان كده انا اقدر ان انا اتحرك، اقدر ان انا اتكلم، اقدر اعمل اي حاجة. نفس الكلام الكار بتاعتنا بتحتاج ايه؟ بتحتاج substance اسمه الجازولين، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ البنزين. يبقى ده الكار فيول بتاعي. طيب بعد ما الكار بيبقى عندها الجازولين بتاعها، ده source of energy، هي دي الانرجي بتاعت الكار. طيب بتعمل ايه في الكار؟ بتmakes the car move، بتخلي الكار ايه؟ تتحرك، ويبقى عندها الباور والانرجي ان هي تتحرك. يبقى اول حاجه، هل هنا حصل كيميكال رياكشن؟ طبعا حصل كيميكال رياكشن. ما بين مين ومين؟ ما بين الكار وبين الجازولين. يبقى الكار مع الجازولين حصل ما بينهم كيميكال رياكشن، دخلت للكار سورس اوف باور، حصل ما بينهم رياكشن، فبالتالي العربيه ابتدت تتحرك. طب تاني اكزامبل معايا هو مين؟ الاكزامبل التاني معايا البلانت. معروف عن البلانت make its own food. البلانت يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل اكله بنفسه. طب ازاي؟ معانا الايكويشن الشهيرة اللي خدناها من واحنا قد كده. ايه الايكويشن بتاعتي؟ ان اول حاجة البلانت ممكن ياخدها هي مين؟ هي السانلايت. يبقى البلانت بتاعي بيقدر ياخد مين؟ السانلايت. طب بيقدر ياخد ايه كمان؟ لا، البلانت بيقدر ياخد ال H2O from the soil. يبقى بياخد السانلايت، بياخد ال H2O. طب بياخد ايه من الاير؟ بياخد ال CO2، بياخد الكربون دايوكسيد جاز من الاير. طب بيعمل ايه؟ لا، هنا بيعمل حاجات كتيرة قوي. طب ايه هي الحاجات الكتيرة؟ اول حاجة عندنا هو بيعمل ايه؟ بيعمل الاكل بتاعه. خد السانلايت وخد الووتر وخد CO2، كل ده عشان يعمل ايه؟ يعمل الاكل بتاعه. طب مين هو الاكل بتاعه؟ الجلوكوز شوجر. بيقدر يعمل الجلوكوز شوجر. طب ايه الجلوكوز شوجر؟ اللي هو ايه السيمبل بتاعه؟ C6H12O6. C6H12O6. طب بيخرج ايه كمان؟ بيخرج اهم حاجة في الحياة اللي هي ايه؟ الاكسجين جاز. عشان كده قلت ان البلانت بيعمل حاجات كبيرة قوي، اللي هي ايه؟ اهم حاجة عندنا ان هي الاكسجين جاز. طب الاكسجين جاز ده بنستخدمه في ايه؟ الاكسجين جاز ده اللي بنقدر نعمل بيه breathing. all living organism تقدر تعمل breathing بالايه؟ بالاكسجين جاز. يبقى حصل رياكشن طبعا، السانلايت مع ال H2O مع ال CO2. ال H2O مع ال CO2 حصل ما بينهم كيميكال رياكشن، ادتني مين؟ الفود بتاع مين؟ بتاع البلانت، وخرج لي ال O2. يبقى هنا لما بيقول لي البلانت makes their own food through الفوتوسينثيسيس process. اسم البروسيس الفوتوسينثيسيس process which depends mainly on the reaction of الكربون دايوكسيد مع مين؟ مع الووتر. حصل رياكشن ما بين الكربون دايوكسيد مع الووتر. طب تالت اكزامبل معانا مين؟ الميديسن والفيرتلايزرز والارتفيشال فايبرز. مين الميديسن؟ الميديسن بتاعي الدواء. اي حد بيجيب علبة دواء من اي صيدلية وهو ماشي هيلاقي كده في روشتة. الروشتة دي بيبقى مكتوب عليها ايه؟
الكومبوننتس اوف الميديسين حاجه على حاجه على حاجه على حاجه، حصل ما بينهم كيميكال رياكشن طلع لي الميديسينز. طب مين الفيرتلايزرز؟ الفيرتلايزرز الاسمده. طب الاسمده دي بنعمل بيها ايه؟ لا الاسمده دي بتغذي النبات. بتعمل ايه في النبات؟ بتغذي النبات. عامله زي ايه؟ عامله زي الفيتامينز اللي الانسان بياخدها. طيب يبقى انا عندي الفيرتلايزرز اللي بتعمل ايه؟ نيوتريشن فور ذا بلانت، بتغذي النبات بتاعي. طب الفيرتلايزرز دي جايه من كيميكال رياكشن؟ طبعا جايبه من كيميكال رياكشن. ليه؟ حاجه مع حاجه برضو بيتفاعلوا. الفيتامين اللي احنا بناخده بيبقى برضو عباره عن كومبوننتس يحصل ما بينهم رياكشن يدوني ايه؟ الميديسين. تاني حاجة الفيرتلايزرز. طب تالت حاجة معانا الارتفيشال فايبرز. ايه الارتفيشال فايبرز؟ النسيج. الجاكيت اللي انا لابساه ده هل هو معمول من نسيج واحد؟ لا، هو معمول من اكتر من خيط. يبقى هو معمول اكتر من خيط. سميته ايه؟ الارتفيشال فايبرز. الانسجة are examples of a product of some chemical reaction. يبقى احنا اول حاجة اتكلمنا عليها burning of car fuel، ان الكار بتاعتي بيحصل لها moving، بتقدر تمشي، تقدر تعمل ايه؟ تمشي. ليه؟ عشان هي واخدة البنزين بتاعها، واخدة الأكل بتاعها، ده اللي بيخليها تقدر تتحرك. حصل رياكشن ما بين مين؟ الجازولين والكار. طيب تاني حاجة الفوتوسينثيس بروسيس. أي بلانت في الدنيا بيقدر يعمل أكله بنفسه. هل إحنا بنأكله؟ لا، هو ما بياكلش. يقول لك لا أنا بعرف أعمل أكل بنفسي، أنا مش محتاج أي حاجة. طب تالت حاجة الميديسينز والفيرتيلايزرز والارتيفيشال فايبرز. ميديسينز، فيرتيلايزرز، artificial fibers، مالهم؟ بيحصل برضو فيهم chemical reactions. يبقى احنا كده فهمنا ايه ال importance of ال chemical reaction. لما يجي يقول لي give reason ال chemical reactions plays an important role in daily life. ايه اهمية الكيميكال رياكشن؟ ليه هي مهمة في حياتنا؟ اذكر له 3 examples دول. اقول له الاكزامبلز اوف الكار، الاكزامبل بتاع البلانت والميديسينز والفيرتيلايزرز والارتفيشال فايبرز. طيب يبقى هنا احنا هنتنقل لتاني نقطة عندنا اللي هي يعني ايه اصلا كيميكال رياكشن؟ ايه هو الكيميكال رياكشن ده؟ هي ايه؟ breaking up of bonds in the reactants molecules. breaking up of bonds in the reactants molecules. breaking up of bonds in the reactants molecules. formation of bonds in the product molecules. يبقى أهم كلمتين عندنا هما مين؟ breaking up of bonds in the reactants molecules. ان انا بعمل ايه؟ بكسر الرياكتنس. وبعمل ايه؟ formation of new bond، يعني بكسر وبكون، اكسر واكون. عندي يا شباب هناخد example بسيط قوي يعرفني يعني ايه chemical reaction. اللي هو ايه؟ اول حاجة say مثلا x plus y. x plus y هيديني ايه؟ هيديني x واي. طب انا عشان اكون الكومباوند ده عملت ايه في الاليمنت اكس والاليمنت واي؟ عملت ايه في الموليكيولز اللي عندي؟ كسرتها، كسرت البوند اللي ما بينهم. عملت ايه في البوند؟ كسرته. يبقى انا كسرت البوند اوف اكس موليكيول واوف واي molecule عشان اكون ايه؟ عشان اكون new compounds. اسمه ايه؟ اسمه الاكس واي. خلاص كده؟ يبقى ال definition of chemical reaction breaking up of bonds in the reactants molecules, formation of bonds in the product molecule. أكسر وأكون بوند جديدة فين؟ في البرودكت. يبقى أنا عندي هنا اللي قبل السهم بتاعي بسميه إيه؟ بسميه reactants. بسميه reactants، الحاجات اللي بتتفاعل مع بعضها. طب بعد السهم بسميه إيه؟ البرودكتس. بسميه products. ليه اسم تاني؟ اسمه resultants. اسمه ايه؟ resultants. وما نتلخبطش ما بين كلمة reactants وكلمة resultants.
خلاص كده يا شباب، يبقى كده احنا عرفنا ايه ال importance of the chemical reaction in our life. عرفنا تاني حاجة definition of ال chemical reaction. طيب بعد كده، هل أنا عندي أنواع من ال chemical reaction؟ طبعا عندي أنواع من ال chemical reaction. طب هي ايه الأنواع of chemical reaction؟ قال لي والله أنا عندي 3 types of chemical reaction. أول type عندي اسمه thermal decomposition reaction. اسمه إيه؟ thermal decomposition reaction. طب تاني type اسمه substitution reaction. طب تالت type اسمه oxidation and reduction reaction. يبقى we have 3 types of chemical reaction. أول واحد اسمه thermal decomposition، تاني واحد اسمه substitution reaction، تالت واحد اسمه oxidation reduction reaction. oxidation and reduction reaction هنتكلم على كل واحد بالتفصيل. طيب أول واحد اللي هو مين؟ الثيرمال decomposition. قال لي أول حاجة هعمل decomposition of some metal oxides. of some إيه؟ metal oxides. تاني واحد of metal hydroxides. تالت واحد metal carbonates، metal sulfates، metal nitrates. طب احنا قبل ما نبدأ عايزين نعرف اصلا يعني ايه thermal decomposition. اول نوع عندي هتكلم عليه thermal decomposition بالعربي اسمها التحلل الحراري او الانحلال الحراري. يعني ايه؟ ان انا بكسر الكومباوند بتاعي by the effect of heat. لازم يبقى عندي حرارة. يبقى الكومباوند بتاعي محتاج ايه عشان يتكسر؟ يقول لي لا انا محتاج حرارة. لازم حرارة عشان اعمل breaking للبوندز of the reactants. طيب يبقى احنا خدنا كام نوع من الثيرمال decomposition reactions؟ خدنا 5 أنواع. خدنا كام نوع؟ 5 أنواع. أول حاجة metal oxides، hydroxides، carbonate، sulfates، nitrate. oxides، hydroxides، carbonate، sulfate، nitrates. يبقى كده oxide، hydroxides، carbonate، sulfate، nitrates. طيب تعالوا نعرف يعني ايه thermal decomposition reaction. هي ايه؟ they are chemical reactions involve breaking up of compounds with the effect of heat. يبقى يعني ايه thermal decomposition؟ breaking up of compounds with the effect of heat. كمان مرة breaking up of compounds with the effect of heat. breaking up of compounds with the effect of heat. يبقى أنا بستخدم إيه؟ بستخدم الحرارة to its primary elements or similar compounds. يبقى أنا بكسر الكومباوند بتاعي لإيه؟ بكسره أول حاجة بستخدم الحرارة with the effect of heat. طب أنا هكسره لإيه؟ لبرايمري elements or similar compounds. يعني إيه؟ بكسره لحاجات بسيطة جدا، حاجات أبسط أو في صورة أبسط من هو عليه دلوقتي. طيب تعالوا نشوف كده. أول حاجة عندنا اللي هم مين؟ الميتال أوكسايدز. أول حاجة اللي هم الميتال أوكسايدز. طيب الميتال أوكسايدز الإكزامبل ده A plus B by the effect of heat. by the effect of heat لازم يبقى معانا مين؟ معانا الحرارة. طيب هيتكسر لإيه؟ كسرت البونز اللي ما بينهم، اتكسر اداني primary ايه؟ primary elements او similar compound. يبقى ده simplest form للكومباوند ده، كسرته اداني A plus B. اداني A plus B. يبقى انا كده عرفت يعني ايه thermal decomposition. breaking up of of the compounds to its primary elements or similar compounds. to its primary elements or similar compounds. حلو جدا. طب أول example معانا هو مين؟ هو الميتال أوكسايد. هو مين؟ الميتال أوكسايد. سألنا الميتال أوكسايد هو أنت علشان تتكسر باي إيه؟ باي ذا effect of heat هتديني إيه؟ قال لي والله أنا اسمي ميتال أوكسايد عشان أكسر، عشان أتكسر أتقسم نصين هيبقى معايا مين؟ هيبقى معايا ميتال
وإيه وأكسجين جاز اسمه metal oxide. by the effect of heat decomposes into metal and oxygen gas. حلو جدا. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل بتاعنا اللي هو مين. لو انا عايزه اعمل decomposition لحاجه اسمها mercuric oxide، يبقى السيمبل Hg ده بيرمز لايه يا حبايبي؟ بيرمز لحاجه اسمها الميركوري. طيب اتحط مع الاكسجين بقى اسمه mercuric oxide. لونه ايه؟ لونه ريد. ومهم جدا جدا ان احنا يا شباب نكون عارفين ايه؟ نكون عارفين الكولرز. اصل انا هعرف منين ان انا البرودكت بتاعي اتكون؟ هعرفه من اللون. اللون اختلف، انا داخله بلون معين هوبا لقيت نفسي بلون تاني خالص، معنى كده ان حصل ايه؟ في حاجه جديده حصلت، صح كده؟ طيب يبقى أنا عندي الميركوريك أوكسايد by the effect of heat metal وأوكسايد هيحصل له thermal decomposition لحاجتين. أول حاجة معانا الميركوري، تاني حاجة معانا مين؟ الأكسجين جاز. طب إحنا عايزين نكتب الإكويجن دي، عايزين نعرف البالانس بتاع الإكويجن. أول حاجة عندي ال HGO، ال HGO طيب هتتكسر يحصل thermal decomposition by the effect of heat. هتديني ايه؟ حاجتين، هتديني ال Hg plus O2. Hg plus A plus O2. طيب جميل جدا جدا. طب ايه اللي حصل؟ انا شايف ان الايكويشن بتاعتي دي unbalanced. يعني ايه unbalanced؟ يعني ايه؟ يعني الرياكتنس مش ايكوال البرودكتس. خدنا حاجة زمان بتقول ان لازم الحاجة اللي دخلت الرياكشن هي نفس النمبر ايه اللي يخرج بره الرياكشن. الحاجة اللي دخلت اكسجين واحدة تخرج اكسجين واحدة، ميركوري واحد هيخرج ميركوري واحد. طب انا عندي هنا مين الكبير؟ انا ببص على ايه؟ على السايد الكبير. لقيت الاكسجين هنا بكام؟ ب2 والاتش جي بكام؟ ب1. يبقى الاتش جي ايكوال 1، الاكسجين ايكوال كام؟ ايكوال 2. طب احنا عمرنا شفنا الكبير بيصغر؟ لا، بس شفنا ان الصغير ممكن يكبر. يبقى انا الحاجة الصغيرة اللي عندي هعمل فيها ايه؟ المفروض ان انا هكبرها. المفروض ان انا هعمل فيها ايه؟ هكبرها. جيت ابص على السايد ده لقيت ان الاتش جي بتاعتي ب1 والاكسجين بتاعتي برضه ب1. طب جيت ابص على السايد ده لقيت ان الاتش جي بتاعتي ب1 والاكسجين هنا بتاعتي بكام؟ ب2. طيب مين هنا الصغير؟ هنا ال HG ايكوال ال HG، بس ال O هنا ب1 وال O هنا ب2. طب انا عايزه اعمل ايه؟ هكبر الصغير. طب مين الصغير؟ الاكسجين. هحط كام؟ هحط 2. الله، ايه ده؟ انا لقيت كده بقى الاكسجين بتاعي ب2. الحمد لله الاكسجين بتاعي بقى بكام؟ ب2. يبقى الاكسجين بقى يساوي الاكسجين. طب ال HG ما ال2 دي بتتوزع عند ال HG واحده عند ال O، يبقى ال HG هنا بكام؟ بقت ب2. طب ال HG هتزعل، دي ب1 ودي ب2. لا، الصغير اعمل فيه ايه؟ زي ما اتفقنا الصغير هكبره. يبقى بدل ال HG دي ما هي ب1 اخليها كمان بكام؟ ب2. يبقى احط هنا كام؟ احط 2. يبقى انا كده قدرت اعمل بالانس الايكويشن بتاعتي. يبقى زي ما خدنا الايكويشن بقت 2Hg by the effect of heat 2Hg plus O2. خلاص كده يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه thermal decomposition of metal oxide، ان هو هيحصل فيه ايه؟ هيتقسم لحاجتين، لميتال and oxygen. طيب تعالوا ناخد تاني نوع معانا اللي هو مين؟ الثيرمال decomposition of metal hydroxide. طيب ماله الميتال هيدروكسيد ده؟ طب احنا عايزين نعرف هل هو لما يجي يتكسر، وما ننساش بمين؟ بالهيت بتاعي، ايه اللي هيحصل فيه؟ لا ده قال لي والله طالما شفت كلمة هيدروكسيد يبقى انا هتقسم لحاجتين. لمين؟ لميتال اوكسايد زائد ووتر فابور. ميتال اوكسايد زائد ووتر فابور. ميتال اوكسايد and water vapor. يبقى الميتال هيدروكسايد decomposes by heat into metal oxide and water vapor. طيب ميتال اوكسايد، تعالوا نشوف اكزامبل. الاكزامبل بتاعنا
ايه الاكزامبل بتاعنا؟ الكبر هيدروكسيد. احنا اتفقنا ان احنا بنعرف نكتب الكومباوند بتاعي. الكومباوند اسمه ايه؟ كبر هيدروكسيد. كبر هيدروكسيد السيمبل CU. طيب الهيدروكسيد لا ده مونو فالنت، وفاكرين ان هو نيجاتيف تشارج، بيبقى عليه نيجاتيف تشارج. طب السي والفالنس بتاعها بكام؟ ب2. طب ال OH ب1. نعمل المقص بتاعنا هنلاقي ان الكومباوند CuOH باي 2. طب ده لونه ايه؟ ده لونه بلو كولر. ده كان لونه ايه؟ لونه بلو كولر. طيب باي ذا افكت اوف هيت، ان انا استخدم الهيت هيتكسر. قلنا الحاجتين copper oxide and water vapor. copper oxide and water vapor. طب جميل جدا جدا. طب انا هنا كنت بادئه بايه؟ بادئه ببلو كولر، يبقى الكبر هيدروكسيد لونه بلو. كبر هيدروكسيد لونه بلو. طيب طلع لي ايه؟ كبر اوكسيد لونه بلاك. يبقى انا كده فعلا نجحت ان انا اعمل ثيرمال ديكومبوزيشن للكومباوند بتاعي واطلع بايه؟ بحاجه جديده، صح كده؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت thermal decomposition by the effect of heat copper hydroxide by the effect of heat copper oxide and water vapor. طب جميل جدا. طب هل احنا نسكت على كده؟ لا، احنا عايزين هنا نعرف البالانس اوف الايكويشن. البالانس اوف ايه؟ الايكويشن. طيب ايه البالانس اوف الايكويشن بتاعي؟ السي OH باي 2. طيب السي يو هنا عندي بكام؟ السي يو عندي ب1. داخله بكام؟ داخله ب1. طيب الاو اتش، لا انا لقيت هنا ان الاو بكام؟ الاو ب2. والاتش بكام؟ الاتش هي كمان ب2. طيب هنا انا عايزه اعرف هل هنا الايكويشن دي بالانسد ولا مش بالانسد؟ تعالوا نشوف. هنيجي في الجزء ده هنلاقي ايه؟ السي يو هنا بتاعتي بكام؟ ب1. طب الاكسجين هنا بكام؟ اكسجين بلس اكسجين يبقى الاكسجين بتاعتي ب2. طب الاتش بتاعتي دي بكام؟ الاكسجين بتاعتي ب2. يبقى انا كده بص لان السي هنا ب1 وهنا ب1، الاكسجين هنا ب2 وهنا ب2، الهيدروجين هنا ب2 وهنا ب2. يبقى انا عندي الايكويشن دي مالها؟ الايكويشن دي بالانسد. يعني بالانسد يعني مش محتاجه اي تعديل. يبقى انا كده معايا ان الميتال هيدروكسيد decomposes by the effect of heat into copper oxide and water vapor. طب انا كنت داخله بكلر لونه ايه؟ الكبر هيدروكسيد لونه بلو. خرجت بايه؟ خرجت ببلاك كلر. خرجت بايه؟ ببلاك كلر. طيب تعالوا نشوف تالت نوع معانا اللي هو الميتال كربونات. جاي من اسمه كربونات. جاي من اسمه ايه؟ كربونات. يعني هيبقى فيه مين؟ اكيد فيه كربون دايوكسيد جاز. طيب تعالوا نشوف. يبقى الميتال كربونات decomposes by heat into متفقين ميتال اوكسايد and كربون دايوكسيد. طب مين يفكرني؟ ميتال هيدروكسيد decomposes by heat into metal oxide and مين؟ and water vapor into metal oxide and مين؟ and water vapor. طيب يبقى أنا عندي ميتال كربونات هيحصل له إيه؟ هيحصل له ديكومبوزيشن لميتال أوكسايد وكربون دايوكسيد جاز. تعالوا نشوف اكزامبل عليها. أول حاجة عندي الكبر كربونات. الكبر كربونات لونه جرين. كبر كربونات لونه جرين. طب حد يقول لي الكبر هيدروكسيد كان لونه إيه؟ حد فاكرها؟ كبر هيدروكسيد كان لونه بلو. يبقى كبر كربونات لونه جرين، كبر هيدروكسيد لونه بلو. وما ننساش الالوان لان هي مهمه جدا جدا جدا. خلاص كده يبقى الكبر كربونات لونه جرين باي ذا افكت اوف هيت هيديني ايه؟ هيديني كبر اوكسايد زائد كربون دايوكسيد. كبر اوكسايد زائد كربون دايوكسيد. طيب الكبر اوكسايد لونه ايه؟ لا احنا عارفين لونه بلاك. الكبر اوكسايد لونه بلاك والكربون دايوكسيد جاز ماله؟ ايفولفز. كربون دايوكسيد جاز ايفولفز. طب واحد هيجي يقول لي
انا اتاكد منين ان انا اللي خارج من الايكويشن بتاعي ده كربون دايوكسيد؟ انا اعرف منين ان هو كربون دايوكسيد؟ انا عايز اعمل تيست. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تيست، عايز اجرب، عايز اعرف اذا كان خارج منه فعلا الايكويشن بتاعتي حصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن وخرجت لي نيو سبستانس ولا لا، وهل الجاز فعلا اللي خارج ده كربون دايوكسيد؟ ممكن يبقى اكسجين جاز. قلت له لا، تعال نتاكد. عرفنا حاجه عن الكربون دايوكسيد، ان بيعمل توربد. بيعمل ايه؟ توربد للكلير لايم ووتر. بيعمل توربد لايه؟ للكلير لايم ووتر. يعني ايه توربد للكلير لايم ووتر؟ بيعكر الميه. بيعمل ايه فيها؟ بيعكرها. الكلير لايم ووتر بيخليها توربد، بيخلي لونها ايه؟ لونها ملكي زي لون اللبن كده. خلاص تمام، يبقى انا كده اتاكدت ان انا معايا كربون دايوكسيد. ليه؟ بيعمل توربد للكلير لايم ووتر. يبقى اتفقنا كبر كربونات بيديني ايه؟ كبر اوكسايد زائد كربون دايوكسيد. طب الكبر كربونات لونه ايه؟ جرين. طب الكبر اوكسايد لونه بلاك. خلاص كده تمام. تعالوا نشوف رابع نوع معانا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ميتال سلفيت. ميتال سلفيت. طب احنا مثبتينها ميتال سلفيت يديني ميتال اوكسايد زائد سلفر ترايوكسايد. ميتال اوكسايد زائد سلفر ترايوكسايد. طب ميتال سلفيت تعالوا نشوف زي مين. مثلا زي CuSO4. CuSO4. طيب ده لونه ايه يا شباب؟ ده لونه بلو. لونه ايه؟ لونه بلو. طيب لما اعمل له ثيرمال ديكومبوزيشن قلنا هيديني ايه؟ هيديني ميتال اوكسايد اللي هو مين؟ الكبر اوكسايد اللي هو كان لونه بلاك واحنا متفقين. يبقى كبر اوكسايد كان لونه ايه؟ كان لونه بلاك. طيب هخرج ايه؟ هخرج سلفر ترايوكسايد SO3. SO3 اسمه سلفر ترايوكسايد. سلفر ترايوكسايد. طب انا كنت داخل بلون ايه؟ كنت داخل بلون بلو، كبر سلفيت. طب حد يقول لي الكبر سلفيت ده اللي هو داخل بلون بلو، حد فاكر كان عندي كومباوند تاني كان لونه بلو كان اسمه ايه؟ كبر هيدروكسيد. كبر ايه؟ هيدروكسيد. هو كمان كان لونه بلو. يبقى انا عندي ان الكبر سلفيت والكبر هيدروكسيد الاتنين لونهم ايه؟ لونهم بلو. طيب يبقى الكبر سلفيت لما يجي يحصل له ديكومبوزيشن وما ننساش علامة الهيت هيديني كبر اوكسايد زائد سلفر ترايوكسايد جاز ايه؟ ايفولفز. سلفر ترايوكسايد جاز ايفولفز. طيب اخر نوع عندنا اللي هو مين؟ ميتال نايتريتس. احنا كنا بنقول اول نوع اوكسايدز، هيدروكسايدز، كربونات، سلفيتس، نايتريتس. اوكسايدز، هيدروكسايدز، كربونات، سلفيتس، نايتريتس. طيب الميتال نايتريت ده ماله؟ باي ذا افكت اوف هيت ومش هننساها خالص. ايه اللي هيتكون او ايه اللي هيحصل لما نعمل ثيرمال ديكومبوزيشن للميتال نايتريت؟ ميتال ايه؟ نايتريت. هيديني الحاجة اللي اصغر اسمها ميتال نايترايت زائد اكسجين جاز ايفولفز. يبقى الميتال نايتريت يديني ميتال نايترايت زائد اكسجين جاز ايفولفز. زي ما متعودين لازم نشوف معاها اكزامبل. طب الاكزامبل هنا ايه؟ صوديوم نايتريت. صوديوم نايتريت NaNO3. NaNO3. طيب ال NaNO3 باي ذا افكت اوف هيت تجيب لي الحاجه اللي اصغر منها اسمها ايه؟ NO2. يبقى انا داخله ب NaNO3 خارجه ب NaNO2 نفس الكومباوند، بس انا هنا عملت ايه؟ يعني قللت اكسجينيه واحده. خلاص كده. طب انا داخله بلون ايه؟ انا داخله باللون الوايت. يبقى الصوديوم نايتريت لونه وايت. صوديوم نايتريت لونه ايه؟ لونه وايت. تمام يا حبايبي. يبقى احنا معانا قلنا ان لما يكون معانا ميتال نايتريت decomposes by heat لحاجتين: sodium nitrite and oxygen gas evolves. sodium nitrite and oxygen gas evolves. طيب sodium nitrate
ده السيمبل بتاعه NaNO3. ال NO3 ده ماله مونوفالنت، وال Na ده ماله برضو مونوفالنت. طيب معانا الهيت، ما ننساش الهيت هيديني ايه؟ هيديني صوديوم نايترايت NaNO2 plus oxygen gas evolves. oxygen gas ايه؟ evolves. طب هل انا البالانس بتاع الايكويشن مظبوط؟ تعالوا نشوف. طيب احنا داخلين بكام؟ لا احنا داخلين بال Na equal 1 وال N بتاعتي equal 1، وعندي كام اكسجين؟ عندي 3 اكسجين. عندي كام؟ عندي 3 اكسجين. طب هنيجي هنا هنلاقي ال Na بكام؟ ال Na ب1 وال N النيتروجين ب1. الاكسجين هنا بكام؟ ب4. يبقى انا عندي ال Na بكام؟ ال Na ب1 وال N بتاعتي equal 1 والاكسجين بتاعي equal كام؟ equal 4. طب ده ينفع؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان انا الاكسجين بتاعتي هنا بكام؟ الاكسجين بتاعتي هنا ب3. يبقى الاكسجين بتاعتي هنا بكام؟ ب3. طب هل ينفع ان الاكسجين تبقى ب3 وهناك الاكسجين ب4؟ لا. ليه لا؟ لان المفروض يبقى في بالانس للايكويشن بتاعتي. طيب تعالوا نعمل لها بالانس مع بعضنا. يلا بينا نعمل لها بالانس. طيب البالانس بتاعها هنا ان اي ب1 هنا ان اي ب1 هنا الان ب1 هنا الان ب1 هنا الاو ب3 وهنا الاو بايه ب4. طب انا المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ طب انا مثلا لو جيت حطيت هنا 2 حطيت هنا كام؟ 2 هلاقي الايه؟ هلاقي ان الان ايه بتاعتي بقت بكام؟ بقت ب2. طيب الان هنا بتاعتي بقت بكام؟ برضو بقت ب2. طيب يا حبايبي، طب هنا الأكسجين بقت بكام؟ الأكسجين هنا بقت ب4. الأكسجين بقت بكام؟ ب4. وهنا 2 يبقى الأكسجين بتاعتي بقت بكام؟ ب6. طب حلو جدا. طب هل احنا اصلا واحنا بنعمل بالانس الايكويشن بنبتدي بالسايد ده ولا بنبتدي اصلا بالسايد ده؟ لا احنا اصلا بنبتدي بالسايد ده. طب ليه يا بروفيسوره؟ ليه يا دكتور نادين السايد ده؟ علشان الاو هنا بتاعتي بكام؟ الاو هنا ب3 لكن الاكسجين هنا ب4. الاكسجين هنا ايه؟ ب4. عايزه حد يوقفني يقول لي لا احنا هنبتدي بالسايد ده. طب السايد ده هنا الاو بكام؟ ب3. يعني انا لو حطيت هنا 2 هتبقى ال Na بتاعتي بدل ما هي 1 هتبقى 2 وال N دي هتبقى بكام؟ ال N هتبقى ب2. طب الاكسجين بتاعتي هتبقى بكام؟ الاكسجين بتاعتي هتبقى ب6. 2 في 3 بكام؟ ب6. طيب هنا لما جيت عملت بالانس الايكويشن زودت هنا 2. طب زودت هنا 2 ليه؟ عشان 2 في 2 تبقى الاكسجين ب 4. 4 بلس 2 تبقى الاكسجين بكام؟ ب6. يبقى انا كده قدرت اعمل بالانس للايكويشن بتاعتي. لازم ابدا بالسايد اللي عنده ايه؟ less number. يبقى عنده less number. ما ينفعش اجيب الكبير واصغره، انا بجيب الصغير واعمل فيه ايه؟ الصغير وابتدي ان انا ايه؟ اعليه. صح كده؟ طب حلو جدا. طب انا عايزه اتاكد الايكويشن بتاعتي دي هل اللي خارج منها فعلا اكسجين جاز؟ هل اللي خارج اكسجين؟ طب ما ممكن يبقى كربون دايوكسيد. طب انا عايزه اتاكد. طيب انا اعرف حاجه عن الاكسجين جاز لو جبت له بيرنينج ماتش. يعني ايه بيرنينج ماتش؟ يعني عود كبريت. طب عود كبريت ماله؟ عود كبريت عادي بيرنينج متولع خلاص كده، وهعرضه للاكسجين بيعمل انكريزنج للجلوينج، بيديني جلو كده للماتش بتاعي. عود الكبريت بحيث ان هو بينور اكتر، بيديني زي شراره، حاجه مرئيه اكتر. يبقى انا عندي الاكسجين بيعمل انكريزنج للبيرنينج ماتش. فانا عرفت ان الايكويشن اوف اي ميتال نايتريت، اي ميتال ايه؟ ميتال نايتريت. طب اي ميتال نايتريت ايه اللي هيحصل لما يحصل له ديكومبوز باي هيت؟ هيديني ايه؟ هيديني ميتال نايترايت. ميتال ايه؟ نايترايت زائد مين؟ زائد الاكسجين جاز ايفولفس. خلاص كده يا شباب؟ طيب تعالوا نعرف كده ابلكيشن وحاجه مهمه جدا جدا تبقى موجوده في اي عربيه. اي حد ايه
بيسوق عربية بيبقى عارف ان عندي حاجة اسمها ستيرنج ويل. انا ماشي عادي عادي كده في الشارع، مضمنش ممكن اشوف ايه في الشارع، إذ فجأة لقيت واحد معدي بعربية بطاطا. هل ينفع؟ خدنا الترم الاولاني قلنا احنا هنا ما نقدرش نمشي ان ريجولار سبيد. عمرك شفت عربية ماشية بسرعة منتظمة؟ لا يا دكتور. طب ليه؟ due to the road conditions. انا ما اضمنش ظروف الطريق. والله لو لقيت مطب ماشي، لقيت عربية بطاطا ماشي، لقيت اي واحد بيعدي باي حاجة ماشي، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هعمل يوزنج للبريكس، هعمل دروب للسبيد. suddenly بقلل السرعة بتاعتي بشكل مفاجئ جدا. انا حتى معرفش انا ممكن اشوف ايه، مش متخيل انا ممكن اشوف ايه، فهقوم اعمل ايه؟ اول حاجة تيجي في بالي ان انا اعمل يوز للبريك عشان اعمل slowing down للسبيد بتاعتي. طيب يبقى انا عندي حاجة اسمها ايه؟ الاير باجز. عندي حاجة اسمها الاير باجز. inflatable bag folded inside the steering wheel. inflatable bag folded inside a steering wheel. الستيرنج ويل بتاعتي بيبقى جواها زي كيس كده متطبق جواها. بتخرج امتى؟ وايه الامبورتنس بتاعتها؟ safety means at emergencies. safety means at emergencies. يعني ايه safety means؟ يعني وقاية. بتحمي مين؟ بتحمي اكيد الدرايفر طبعا. الدرايفر ان هو مثلا وشه يخبط مثلا في الازاز اللي قدامه، لان جسمه كله بيبتدي يتحرك ايه؟ جسمه كله بيبتدي يتحرك لقدام اول ما بشد فرامل فجأة، او اول ما بشوف اي حاجة بتعدي قدامي فجأة، فبقلل سرعتي بشكل مفاجئ. فايه عملنا؟ سيفتي مين؟ وقاية لمين؟ للدرايفر. طب الاير باج عرفناها هي سيفتي مينز فور ذا درايفرز. ايه الديفينيشن بتاعها؟ inflatable bag folded inside the steering wheel. inflatable bag folded inside the steering wheel. طيب وعرفنا الامبورتنس بتاعتها. طب ايه الايديا اوف اتس اوبريشن؟ ايه الايديا بتاعتها؟ ايه فكرتها؟ قال لي ايه؟ once the occurrence of a car accident. حصل car accident فجأة، حصل sudden drop in the speed of the car. يعني ايه sudden drop؟ يعني السرعة بتاعتي قلت فجأة. ايه اللي هيحصل؟ الكار بتاعتي تخرج حاجة اسمها ايه؟ اسمها الالكتريك سبارك. زي شرارة كده بسرعة. الحق في حاجة حصلت، الحق ده في مطب، الحق في كراش، في حادثة. طب ايه اللي يحصل؟ حصل ان الدرايفر مسك البريكس بتاعته وشدها على طول. انا لسه هستنى. طب ايه اللي حصل؟ الكتريك سبارك خرجت منين؟ generated من الكار بتاعتي. طب دي عملت ايه؟ ايه فايدة الالكتريك سبارك؟ احنا اتكلمنا على الثيرمال ديكومبوزيشن، ان انا بستخدم الهيت بتاعي ان هو يكسر ايه؟ الكومباوند بتاعي. طيب انا عندي هنا الالكتريك سبارك شغال زي الهيت. عمل ايه؟ عمل ديكومبوزيشن للسبستانس او الكومباوند اللي موجود فين؟ في الستيرنج ويل. يعني انا عندي الاير باج جواه سبستانس. طب اسمها ايه؟ صوديوم ازايد. اسمه صوديوم ازايد. طب الصوديوم ازايد ده رمزه ايه؟ NaN3. NaN3. طب NaN3 باي الكتريك سبارك هيعمل ايه فيه؟ هيعمل فيه ايه؟ هيكسره، هيدشمله لحاجتين. لايه؟ لصوديوم اند نيتروجين جاز. صوديوم اند ايه؟ نيتروجين جاز. يبقى الصوديوم ازايد باي ذا ايه؟ هيلب اوف الالكتريك سبارك اتقسم لحاجتين، صوديوم اند نيتروجين جاز. صوديوم اند نيتروجين جاز. طيب احنا عايزين نعرف الايكويشن بتاعتي لما اجي اكتبها. NaN3 ده مين؟ ده الصوديوم ازايد. طيب باي الالكتريك سبارك، باي ايه؟ الالكتريك سبارك. اللي هيحصل المفروض ان هي هتتكسر لحتتين اللي هما مين؟ الصوديوم اللي هو رمزه ايه؟ Na بلس النيتروجين بلس الايه؟ النيتروجين. طب النيتروجين رمزه ايه؟ N2. النيتروجين رمزه N2. طب حلو جدا جدا. يبقى انا ما عندي صوديوم بلس النيتروجين، يبقى الصوديوم ازايد بيتقسم لحاجتين، صوديوم اند نيتروجين جاز. طيب تعالوا نشوف البالانسنج.
طيب NaN3 انا دلوقتي شايف ال Na بكام؟ Na ب1. طب ال N بكام؟ ال N ب3. طب هل هي خرجت زي ما دخلت؟ لا، النمبر مختلف. يبقى ال N هي هنا عندي بكام؟ عندي ب1. طب ال N هنا بكام؟ ال N هنا عندي ب2. طب الاتنين زي بعض؟ لا، الاتنين مش زي بعض. هبدأ بأي سايد؟ قولوا لي السايد ده ولا ده؟ لا يا دكتورة انت قلتي الصغير يكبر الكبير ما بينزلش. طيب انا عندي ال N هنا بكام؟ ال N هنا عندي ب2 وال N هنا بكام؟ ب3. طب انا هنا لو حطيت كام؟ لو حطيت 3 هنا، انا لو حطيت كام؟ حطيت 3 هلاقي ان النيتروجين بتاعتي بقت بكام؟ 3 في 2 equal 6. 3 في 2 equal ايه؟ 6. طب هنا النيتروجين بتاعتي ب 3. طب انا هنا ممكن احط ايه؟ ممكن احط 2. طب انا هنا لما حطيت 2 النيتروجين بتاعتي 2 في 3 equal 6. طب ال Na فضلت زي ما هي؟ لا، ال Na بدل ما هي ب1 بقت ب2. طب ال Na الناحية التانية اختها تزعل؟ اختها هتزعل نسيبها ب1؟ ما ينفعش اصلا تتساب ب1. يبقى هتبقى بكام؟ هي كمان هتبقى ب2. يبقى بقى عندي 2NaN3 هيديني صوديوم بلس نيتروجين جاز. يبقى انا عندي الكومباوند ده اسمه ايه؟ صوديوم ازايد هيديني صوديوم بلس نيتروجين جاز. خلاص كده؟ طب انا عندي بعد ما حصل ايه؟ بعد ما حصل انفلاتنج للباج، حصل لها انفلاتنج. طيب هل هي هتفضل كده؟ خلاص الحادثه خلصت وكل واحد راح لحاله، والمفروض ان انا عايز يبقى عندي ايه؟ اقدر اشوف الطريق وارجع عادي واسوق واكمل سواقه، يبقى عندي كلير فيجن. نلاقي ان الايه؟ ان الباج بتاعتي it gets vacuumed. يعني ايه gets vacuumed؟ يعني دي فلاتس، يعني بترجع لوضعها تاني الطبيعي وهي كانت لسه منكمشه within قد ايه؟ 40 ملي سكند. within بمجرد 40 ملي سكند بالظبط، ونلاقي ان الباك بتاعتي رجعت لوضعها الطبيعي. يبقى انا كده عرفت يعني ايه الايرباكس. الايرباك بتاعتي inflatable bag inside the steering wheel. طب ايه الامبورتنس بتاعتها؟ safety means for emergencies. safety means for emergencies. طيب عرفنا ايه عنها؟ عرفنا ان هي جواها substance اسمه صوديوم ازايد. صوديوم ازايد. طيب by the help of electric spark. electric spark. طيب ايه اللي هيحصل؟ ينادوا على الالكتريك سبارك يقولوا تعالى اطلع الحق املالنا بسرعه الايرباك بتاعتنا. ليه؟ في ايه؟ في حادثه. سيفتي مينز بسرعه للدرايفر. طيب هتعمل ايه؟ لا انا جاي الحق الصوديوم ازايد ان انا هفككه لحاجتين صوديوم اند نيتروجين. طيب فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ بالتالي ان الايرباك بتاعتي هتتنفخ بمين؟ بالنيتروجين جاز. طب بعد كده انا الدرايفر عايز يسوق ويكمل سواقه، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هيبقى فيه ديفلاتنج للايرباج، ترجع تاني تنكمش لوضعها الطبيعي to ensure the clear vision for the road. عشان اقدر ان انا اشوف ايه؟ اشوف الشارع او الطريق بشكل ايه؟ اوضح تاني زي الاول. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا الايرباجز، وعرفنا التايبس اوف مين؟ عرفنا التايبس اوف thermal decomposition. اول حاجه كان مين؟ metal oxides. تاني حاجه hydroxides. تالت حاجه carbonates. رابع حاجه sulfates. خامس حاجه nitrates. خلاص كده يا شباب؟ طيب بعد كده هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجة اسمها ايه؟ السبستيتيوشن رياكشنز. كان تاني نوع معانا اسمه ايه؟ اسمه السبستيتيوشن رياكشن. طب السبستيتيوشن رياكشن ده ليه قصة جميلة جدا جدا جدا، وده اصلا حاجة سهلة قوي قوي قوي. ايه السبستيتيوشن رياكشن؟ تفاعل استبدالي. يعني ايه استبدالي؟ يعني انا واحد قوي شايف واحد ضعيف قاعد، اسكت له؟ لا ما اسكتلوش،
قوم لي كده وقعدني مكانك، انا جاي اقعد مكانك، انا اقوى منك، اقدر اشيلك من مكانك واقعد مكانك. طب ده حاجة حلوة قوي قوي. طب هل انت بتتعامل معايا كده على اساس ان انت قوي وشايف نفسك قوي، ولا في رول انت ماشي عليها؟ لا طبعا انا في رول انا ماشي عليها. هو انا اشوف نفسي قوي وانا مش قوي؟ لا، ده انا ماشي برول اسمها CAS. ماشي برول اسمها ايه؟ CAS. ايه CAS؟ chemical activity series. chemical activity series. هو ده القانون اللي قال عليا ان انا قوي، مش الناس اللي قالت عليا، لا، ولا انا اللي قلت. انا ماشي برول معينة هي اللي قالت ان انا قوي. طب يعني ايه قوي؟ يعني انا قوي وهشيلك من مكانك وهقعد مكانك. طب تعالوا نشوف يعني ايه substitution reaction. لما يكون عندي an active element. يعني ايه active element؟ يعني عندي عنصر نشط جدا جدا بيعمل ايه؟ بيعمل substitution، بيستبدل another less active element. يعني active element يعمل substitution للess active element، يقول له ايه؟ قوم لي كده وقعدني مكانك وجاي اقعد مكانك. طب according to ايه؟ their chemical activity. الdegree of their chemical ايه؟ activity. يبقى انا عندي حاجة اسمها الكيميكال اكتيفيتي سيريس، هي اللي بتحدد الديجري اوف زير كيميكال اكتيفيتي. طب يعني ايه؟ يعني عايزين نعرف مين انشط من مين، مين اقوى من مين، مين يقدر يقعد مكان مين. طيب الكيميكال اكتيفيتي سيريس arrangement of elements in descending order according to their chemical activity. يبقى أنا عندي بعمل arrangement of elements in descending order according to mean their chemical activity. their chemical إيه؟ activity. يبقى أنا بقدر أعمل إيه؟ أرتب، بقدر أعمل ترتيب لمين؟ ترتيب للاليمنتس بتاعتي منين؟ من المور اكتيف. من مين؟ من القوي لمين؟ للضعيف. يبقى من القوي لمين؟ للضعيف. لمين؟ للضعيف. يبقى من القوي للضعيف. برتب الاليمنتس بتاعتي من المور اكتيف للليس اكتيف، من المور للليس اكتف. طيب حلو جدا، يبقى عرفنا يعني ايه CAS، القانون اللي بيحكمني. انا مش ماشي كده، هو القانون ده اللي قال ان انا مور اكتف ذان يو، ان انا نشط عنك، فبالتالي هقومك واعمل ايه؟ واقعد مكانك. طيب يبقى أنا عندي حاجتين، عندي two types من ال substitution reaction. أول type معايا مين؟ simple substitution. تاني type معايا اسمه double substitution. ده النوع ايه؟ simple substitution ده مين؟ المفتري. ده النوع المفتري. طب مفتري ليه؟ عشان القوي يقوم الضعيف ويقول له سلام، انا مش عارف انت هتروح فين، اهم حاجه ان انا اقعد مكانك وايه وتخرج بره. طب الدبل سبستيتيوشن ده لا، ده النوع ايه؟ ده النوع الكويس ابن الناس ده. لا، انت تقعد مكاني وانا ايه؟ اقعد مكانك. انت هتقعد وانا هقعد، محدش هيترمي بره. لكن السمبل سبستيتيوشن انا هقعد مكانك وانت ايه؟ اطلع بره بيتي. طيب نيجي نشرح السمبل سبستيتيوشن رياكشن. بنتكلم في ايه؟ اول حاجه قال لي they are chemical reaction in which one of the elements substitutes another less active element. زي ما متفقين، واحد هيعمل ايه؟ هيقوم واحد ويقعد مكانه. طيب زي ما احنا شايفين، لو هنيجي نتكلم ناخد example A plus BC. A plus A plus BC. طب ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان ال A ده ماله؟ عمل substitute لمين؟ لل B. طب انا فهمت ايه؟ انا كده فهمت ان ال A more active. ال A ماله؟ أكثر نشاطا. أكثر إيه؟ نشاطا. يعني إيه أكثر نشاطا؟ يعني أقوى من مين؟ أقوى من البي. خرج البي ورماه بره وهو قاعد إيه؟ قاعد مكانه. خلاص كده؟ طيب يبقى أنا عندي هنا ده السمبل substitution reaction، إن المور active element substitute less active element in its in the solution. طيب أنا عندي 3 حاجات.
أول حاجة هتكلم عليها metal substitute الهيدروجين of water. metal هيعمل إيه؟ هيقعد مكان الهيدروجين بتاع المية. طب تاني حاجة metal substitute الهيدروجين of diluted acid. إن metal يعمل إيه؟ يستبدل هيدروجين من diluted acid. زي ما احنا متفقين يعني إيه acid؟ any compound begins with H positive. يعني أنا مطالب مني إيه؟ أخرج ال H دي بره وأقعد مكانها، أقول لها اطلعي بره، أنا جايب مكانك، أنا more active than you، أنا more stronger، اخرجي بره. طيب تالت حاجة الميتال substitute another metal in salt solution. يعني إيه؟ metal شايف نفسه أقوى من metal، طب أنا هخرجك وأقعد مكانك. يبقى أنا عندي إيه؟ 3 حاجات، metal يعمل substitute لهيدروجين of water، metal يعمل substitute للهيدروجين of diluted acid، تالت حاجة metal أقوى من metal يخرجه بره ويقعد إيه؟ مكانه. طيب تعالوا نتكلم ونشوف أول حاجة عندنا metal substitute الهيدروجين إيه؟ of water. طيب عندي active metal، active إيه؟ active metal. تعالوا نشوف الإكزامبل بتاعنا. اكتيف ميتال زي مين؟ زي الصوديوم. زي مين؟ الصوديوم. الصوديوم ده ماله؟ الصوديوم ده very active. الصوديوم ده ماله very active، نشط جدا جدا جدا. المفروض ان هو بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان هو يعمل substitute الهيدروجين of water. طب انا لو عايزه افكك الكومباوند ده اخليه مثلا ايه؟ HOH، مش انا عارفه ان الميه H2O. طب انا فككته بشكل ابسط شويه HOH. عشان انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان ال Na دي المور اكتف تعمل سبستيتيوت للهيدروجين اوف الووتر، تعمل فيها ايه؟ تخرجها بره وتقعد مكانها. يبقى ال Na المفروض ان هو يروح يقعد مكان مين؟ ال H هيديني صوديوم هيدروكسيد زائد مين؟ زائد ال H2 زائد الهيت. طيب هو انا عندي المفروض HOH، ال Na خد مكان مين؟ ال Na خد مكان ال H، بقى مين؟ بقى NaOH، راح قعد مكان ال H وخد مكانها وبقى NaOH. طب ال H دي هتعمل ايه؟ عمرنا شفنا H، شفنا جاز بيخرج لوحده؟ لا طبعا، احنا عندنا اكسجين جاز O2، هيدروجين جاز H2، نيتروجين جاز N2. يبقى أنا عندي إن الجازز كلها بتطلع في شكل إيه؟ لازم معاها 2 H2O2. طب أنا عندي هنا إن الرياكشن دي accompanied by a releasing of heat، بتخرج حرارة. جاي من إيه؟ جاي إن الصوديوم very active metal موجود فين؟ موجود at the top of the chemical activity series. لو نيجي نبص على chemical activity نلاقيه إيه؟ هنلاقيه تاني واحد. طب تعالوا نبص على الهيدروجين، ده الستاندرد بتاعي. بصوا الهيدروجين موجود فين، الهيدروجين فين والصوديوم فين، فبالتالي الصوديوم more active than مين؟ than الهيدروجين. طيب فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا استخدمت small piece of الصوديوم which is preserved under the surface of kerosene. عندي مادة اسمها الكيروسين دايما بحفظ تحتها الصوديوم. ده بسبب ايه؟ ان الصوديوم ده very active metal، فانا بحاول احافظ عليه عشان هو نشط جدا جدا جدا. ليه؟ عشان الرياكشن بتاعته دايما بتسبب ايه؟ explosion و burning. زي الرياكشن اللي فوق شفنا ايه؟ ان هو اكزوثيرميك رياكشن بيخرج درجة هو بيخرج حرارة. يعني ايه اكزوثيرميك؟ يعني تفاعل بيخرج لي حرارة. فهو كده الصوديوم very active metal، فبالتالي ان انا بحافظ عليه تحت مادة اسمها الكيروسين عشان هو very active. طيب تاني حاجة عندي مين؟ metal substitute hydrogen of diluted acid. يعني أنا عندي active metal وعندي acid. يعني acid زي مثلا ال HCl begin with H positive. المفروض إن الأكتيف ميتال ده يعمل إيه؟ يطرد ال H دي ويقعد مكانها. حلو جدا جدا. تعالوا نشوف الإكزامبل بتاعي. طب أنا المفروض هنا هيتكون لي إيه؟
هيتكون لي ايه؟ اول حاجه عندي لو انا عندي الزنك، والمفروض ماله الزنك ده؟ ماله more active. الزنك ده more active، قوي جدا، ناشط جدا. هيروح يعمل ايه؟ هيروح يقعد مكان الاتش ويخرجها بره. يبقى انا كده كونت ايه عندي؟ كونت ايه؟ salt of acid. كونت ايه؟ salt of acid زائد hydrogen gas evolves. يبقى انا عندي التفاعل ده او النوع ده لما يبقى عندي active metal يعمل substitute للهيدروجين of an acid، اللي هيحصل salt of acid is formed، يكون لي salt of acid زائد hydrogen gas، زائد hydrogen gas. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل. احنا عندنا ايه؟ عندنا 3 حاجات. اول حاجه عندنا لو انا عندي الزنك اللي هو ماله؟ الزنك ده اللي هو more active. الزنك ده اللي هو ايه؟ الزنك ده اللي هو more active. طيب الزنك بتاعي ده اللي هو more active، طيب المفروض ايه اللي يحصل؟ اللي هو هيعمل لي substitution لايه؟ substitution للاسيد بتاعي. طيب الهيدروجين especially الهيدروجين بتاعت الاسيد بتاعي يبقى ZN زائد HCl. اللي هيحصل المفروض ان الزنك ده يروح يقعد مكان الهيدروجين ZN Cl. طب اسيبها كده؟ لا، الزنك ZN اللي هو الزنك ده ماله؟ ده داي فالنت. داي فالنت يبقى داي فالنت احط هنا 2 بلس H2 جاز evolves. H2 جاز ايه؟ evolves. الهيدروجين يحصل له evolving. طيب نيجي نعمل بالانس نلاقي ان الزد ان هنا بكام؟ ب1. طب الاتش بكام؟ الاتش ب1. طب السي ال بكام؟ السي ال ب1. طب هنا هنلاقي ان الزد ان بتاعتي ب1، السي ال بتاعتي ب2، والاتش بكام؟ ب2. طب انا هنا عايزه اعمل بالانسنج للايكويشن بتاعتي. الزنك ايكوال الزنك، مش عايز منهم اي حاجه. طب الاتش بكام؟ ب1، والاتش هنا بكام؟ الاتش ب2. نعليها؟ المفروض ان احنا هنعليها. طيب ازاي؟ هنحط هنا كام؟ هنحط هنا 2. يبقى انا اصبح عندي الاتش بكام؟ ب2، والسي ال هي كمان بكام؟ ب2. يبقى كده مظبوط، اتش ب2 والسي ال بكام؟ والسي ال بتاعتي ب2. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه؟ بالانسنج للايكويشن بتاعتي. طيب حلو قوي. طيب يا حبايبي تاني اكزامبل معانا اللي هو مين؟ هو الالومنيوم مع ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد. طب بعدين ايه اللي هيحصل؟ ان الالومنيوم ده more active than مين؟ than الهيدروجين. طيب يعني هيعمل ايه؟ يعني هيشيل الهيدروجين ويعمل ايه؟ ويقعد مكانه. طيب انت هتشيل هيدروجين وتقعد مكانه. طب حلو قوي. طب تعالوا نشوف البالانسنج للايكويشن دي. طيب انا اول حاجه عندي ايه؟ عندي ال Al plus HCl، ما ننساش الدايليوشن عشان ده دايليوتد اسيد. يعني ايه دايليوشن؟ يعني مخفف. طيب هيديني ايه؟ هيديني AlCl3 plus H2 plus مين؟ H2. طيب هنا السي ال بكام؟ سي ال هنا بكام؟ ب1، والاتش هنا بكام؟ برضه ب1، والالومنيوم بتاعتي ب1. طيب هنا السي ال هنا بكام؟ ب3، والاتش 2 هنا ب2. طيب انا عايزه اخلي السي ال دي ايكوال السي ال، وعايزه اخلي الاتش دي ايكوال الاتش. طب انا دلوقتي لو حطيت هنا كام؟ لو حطيت هنا مثلا، بما ان للاتش دي لازم تكون ايكوال الاتش دي، حطيت مثلا هنا كام؟ 3. يبقى انا جيت هنا وحطيت كام؟ حطيت 3. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. بقت الاتش بتاعتي بكام؟ الاتش بتاعتي بقت ايكوال 6. ايكوال كام؟ 6. طب هنا الاتش ب6 والاتش هنا ب1، انا كمان عايزها ب6، نحط قبلها هنا كام؟ 6. طب لما حطيت هنا 6 بقت السي ال بكام؟ برضو هي كمان ب6. طب السي ال هنا بكام؟ ب3، نكبرها. طب ايه في ايه يديني ال6؟ احط هنا كام؟ احط ال2. طب لما حطيت ال2 هنا الاي ال اتغيرت؟ اتغيرت، بقت بكام؟ بقت ب2. يبقى نحط قبل الاي ال هنا بكام؟ هنحط هنا كمان 2.
خلاص كده يا شباب، يبقى احنا عرفنا الاكزامبل اوف الزنك مع الهيدروكلوريك اسيد يديني زنك كلورايد زائد هيدروجين جاز ايفولفز. طيب تاني حاجة معانا الالومنيوم زائد هيدروكلوريك اسيد يشيل الاتش اوف مين اوف الدايليوتد اسيد، يقعد مكانها ويطردها بره، يقول لها اخرجي بره، انا مور اكتف، انا اقوى منك. طب نيجي هنا نلاقي ان الكبر ده ايه اللي حصل مع الكبر؟ يقول لك اشمعنى هم، يعني اشمعنى هم قاعدين يخرجوا وانا مش هخرج؟ طب ما انا كمان قوي، هو يعني حد هيراجع ورايا؟ انا كمان ايه قوي. طب مين اللي قالك ان انت قوي؟ احنا ماشيين برول معينة، حاجة اسمها الكيميكال اكتيفيتي سيريس. مين قالك ان انت قوي؟ لا يا بابا، ده الهيدروجين اقوى منه، ده الهيدروجين قبليه والكبر بعديه، يعني معنى كده ان الهيدروجين بريسيد الكبر، يعني مور اكتف ذان الكبر. يعني انا مش هقعدك، هو كل اي حد ما يجي يقول لي انا اقوى منك اقوم له؟ انا مش هقوم لك، هقول لك يا حبيبي نوري اكشن، باي باي سلام، مش هقوم لك. خلاص كده يبقى انا عندي الكبر ماله؟ الكبر ده ليس اكتف ذان الهيدروجين اوف الهيدروكلوريك اسيد، يقول له ايه؟ مش هقوم لك، انا اعلى منك، يعني الهيدروجين اعلى من الكبر. طب تعالى نشوف في الكيميكال اكتيفيتي سيريس نلاقي فين موقع اصلا الكبر بتاعي. بصوا الكبر جاي بعد الهيدروجين ازاي، يعني اقل منه، less active، يبقى الكبر less active than الهيدروجين. جميل جدا جدا. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا الاكزامبل على مين؟ على ان يحصل substitution ميتال مع اسيد. ميتال مع مين؟ مع الاسيد، يديني salt of acid وهيدروجين جاز. طيب حلوة قوي قوي. طب عايزين نعرف حاجة، عندنا give reason، بيقول لي الزنك والألومنيوم replace الهيدروجين. أول ما يقول لي give reason ده ليه حاجة تقدر تعمل substitute لحاجة تانية، أكيد الحاجة دي مالها أقوى منها، يبقى أقول له عشان الزنك والألومنيوم بريسيد. يعني ايه بريسيد؟ يعني قبل الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي سيريس. طب بيقول لي ليه الكبر doesn't replace الهيدروجين؟ عشان الكبر comes after الهيدروجين فين؟ في الكيميكال اكتيفيتي سيريس اللي هي ايه؟ CAS. طب وبعدين بيقول لي ايه هنا؟ give reason ده مهم قوي 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 قوي، اللي هو ايه؟ الالومنيوم comes before الزنك، الالومنيوم جاي قبل الزنك. يبقى احنا عندنا الكيميكال اكتيفيتي سيريس بتاعتنا، اكتب لكم هنا، يبقى انا عندي الزنك ماله؟ comes before الالومنيوم. يبقى انا لو شفت الكيميكال اكتيفيتي هلاقي الزنك وبعد كده مين؟ الالومنيوم. ده جاي قبل مين؟ جاي قبل ده. طب لما ده جاي قبل ده بيبقى ده ماله؟ more active، more ايه؟ active، اقوى. طب بالرغم من ده لقينا ايه؟ لقينا ان الالومنيوم ديلي افتر الزنك ان الرياكشن مع الدايليوتد اسيد اللي هو مين؟ الهيدروكلوريك اسيد. طيب لقينا ان الالومنيوم بيتاخر ان هو يتفاعل مع الاتش سي ال، يعني مين بيتفاعل قبل مين؟ لقينا ان الالومنيوم بيتأخر. يبقى الألومنيوم ماله؟ بيجي قبل come before الزنك. سوري يا شباب اتلخبطت معلش، احنا المفروض مين بيجي قبل مين؟ الألومنيوم بيجي قبل الزنك، الألومنيوم بيجي قبل الزنك. طيب بما ان الالومنيوم بيجي قبل الزنك، يعني الاي قال له بعد كده الزنك، فده معناه الالومنيوم ماله؟ مور اكتف ذان الزنك، يعني معنى كده ان هو بيتفاعل مع الهيدروجين اسرع من الزنك. لا نلاقي العكس. ليه بقى؟ نلاقي ان الزنك هو اللي بيتفاعل اسرع مع ال HCl ويخرج ال H اسرع من الالومنيوم. طب ايه السبب؟ قال لي علشان في لاير اسمها الومنيوم اوكسايد Al2O3 اون الالومنيوم، ده اللي بيخلي الالومنيوم يتاخر في التفاعل. ليه؟ لان اول حاجه لازم اشيل اللاير اللي على الالومنيوم وبعد كده يبتدي ان هو ياخد الخطوه وايه؟ ويتفاعل. يبقى احنا عندنا
عرفنا معلومة إن الألومنيوم بيجي قبل الزنك، بس بالرغم من ده إن الزنك بيتفاعل أسرع مع ال HCl. طب ده بسبب إيه؟ إن في طبقة اسمها ألومنيوم أوكسايد على الألومنيوم سيرفيس بتاخد تايم to separate from الألومنيوم، لازم نفصلها الأول وبعد كده الألومنيوم يتفاعل. طبعا يكون الزنك تفاعل على طول قبله. طيب بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي الصوديوم رياكت مع الدايلوتد HCl لكن الكبر دونت رياكت. طبعا ليه؟ عشان الصوديوم بريسيد الهيدروجين in chemical activity series، لكن الكبر comes after، بيجي بعد مين؟ comes after الهيدروجين. فهنا بقول له لا يا بابا مش هتدخل، انت مش قوي، انا اقوى منك. no reaction. طيب يا شباب، وبعدين آخر حاجة عندنا هي metal substitute another metal in its salt solution، ودي حاجة سهلة قوي. أنا عندي إيه؟ عندي metal B plus عندي metal A plus metal B في salt solution. اللي هيحصل الميتال A أقوى من البي يروح يقعد مكان البي، وهو يحصل إيه؟ يقعد مكانه والبي يطلع بره والبي يطلع بره، يبقى A يقعد مكان البي والبي يطلع بره. تعالوا نشوف الاكزامبل بتاعنا اللي هو مين؟ Mg plus CuSO4 يديني ايه؟ الMg اقوى من الCu يقعد مكانه MgSO4 مغنيسيوم سلفيد plus Cu precipitate. يعني ايه Cu precipitate؟ بيعمل لي راسب لونه احمر. راسب لونه احمر ماله؟ don't dissolve. don't ايه؟ dissolve. يعني ايه don't dissolve؟ ما بيقدرش يدوب في المية، ما بيقدرش يدوب في المية. يبقى انا عندي الام جي more active زي الكبر، يقول له انا ميتال اقوى منك. اللي يحصل لا ده انا هقعد مكانك واخرجك انت بره. طب لما يخرج بره لقيت بره كبر ولونه ريد بيبتي، يبقى انا عرفت كده ان حصل رياكشن ما بين مين؟ المغنيسيوم والكبر، خرجته بره. طب لما خرجته بره ايه لون المغنيسيوم سلفيت؟ لا ده لونه colorless، ما عندوش color. بس انا عرفت منين اللي حصل رياكشن؟ من الريد بي بي تي اوف الكبر. طب الايكويشن دي بالانسد؟ هل هي بالانسد؟ يعني السايد ده ايكوال السايد ده. تعالوا نبص، احنا هنا الام جي ايكوال الام جي، هنا بكام؟ هنا ب1 وهنا ب1. طب السي يو هنا بكام؟ ب1 وهنا ب1. طيب الاس او 4، الاس او 4 اصلا هنا بكام؟ ب1 وهنا برضو بكام؟ ب1. يبقى انا عندي دي بالانسد ايكويشن مش هعمل فيها اي حاجه. طيب تعالوا نكمل. ويقول لي ايه؟ بيقول لي بعد كده عايزين نتكلم على الدبل سبستيتيوشن رياكشن. الدبل سبستيتيوشن رياكشنز اللي هو مين؟ الراجل الطيب. ده مين؟ الراجل الطيب. يعني ايه؟ يعني انا هقعد مكانك وانت تقعد مكاني. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول اكزامبل، ايه الاكزامبل بتاعي؟ A plus B هيعمل ايه؟ هيعمل رياكت مع C plus D. طيب تعالوا نقسم الكومباوند بتاعي. اول حاجة بوزيتيف نيجاتيف، تاني حاجة بوزيتيف نيجاتيف، النيجاتيف تروح مع البوزيتيف والبوزيتيف ياخد النيجاتيف، يبقى هنلاقي الكومباوند بتاعي بقى مين مع مين؟ البي بقت مع السي، بي سي بلس مين؟ الاي مع الدي، يبقى بي سي بلس اي دي. يبقى كده انا ما طردتش حد بره، انا واحد عندي ذوق مش هطردك بره، لا انت تقعد مكاني، حرام اخرجك وانا ايه؟ اقعد مكانك. يبقى ده الدبل سبستيتيوشن. بيحصل ايه؟ بيحصل اكستشينج لمين؟ للايونز بتاعتي. يعني بيحصل ان الايونز ده بوزيتيف اين نيجاتيف اين، بوزيتيف اين نيجاتيف اين، يحصل ما بيننا اكستشينج، تبادل وخد وهات. انت تقعد مكاني وانا هقعد مكانك. يبقى سبستيتيوشن، الدبل سبستيتيوشن بيحصل فيها exchange between ions of two different compounds. ده compound 1 ده compound 2. نلاقي ان الايونز بيحصل لها exchange
to form two other new compounds. to form two other new compounds عشان أعمل two new compound. النيو compound BC plus AD. خلاص كده يا شباب؟ طب أول نوع عندنا هو مين؟ reaction of حمض وقاعدة يديني مية وملح. خدناها قبل كده، حمض وقاعدة مية وملح، حمض وقاعدة مية وملح. طيب حمض وقاعدة ومية وملح ده اسمه ايه؟ neutralization reaction، معادلة التعادل. معادلة ايه؟ التعادل. acid and base salt and water. acid and base salt and water. طب تاني reaction بيبقى between مين ومين؟ acid and salt. acid ومين؟ وsalt. طب تالت حاجة بيبقى reaction between two salt solutions. يبقى أول حاجة acid and base salt and water. تاني واحد acid مع السولت. طب تالت حاجة two salts مع بعض. تعالوا نشوف أول نوع معايا اللي هو اسمه neutralization reaction، اللي هو مين؟ معادلة التعادل. طيب معادلة التعادل بتاعتي قلنا acid مع base salt and water، أو البيز ممكن أسميه إيه؟ الألكالاي. طيب acid زي مين؟ قلنا أي compound بيبتدي ب H positive، بيبتدي ب H positive. طيب H positive زي ال HCl hydrochloric acid مع مين؟ strong base اللي هو صوديوم هيدروكسيد. يبقى أنا معايا strong acid ومعايا strong base. طيب strong acid مع strong base إيه اللي هيحصل؟ double substitution، يعني يكسر يا معلم positive negative positive negative. يحصل إيه؟ هيحصل substitution. يحصل إيه؟ substitution between الأينز بتاعتي. طب إزاي يا دكتورة؟ substitution أول حاجة positive negative، تاني حاجة positive negative. النيجاتيف يروح مع البوزيتيف والبوزيتيف يروح مع النيجاتيف، بالتالي هيديني إيه؟ صوديوم كلورايد NaCl زائد H2O H2O. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي الصوديوم هيدروكسيد مع الهيدروكلوريك أسيد، صوديوم كلورايد زائد مية. مش احنا قلنا أسيد وبيز، أسيد وبيز salt and water، أسيد وبيز salt and water. والإيكويشن دي يا شباب بالانسد، ما فيهاش أي حاجة. ال Na دخلت ب1 خرجت ب1، ال Cl دخلت ب1 خرجت ب1. طب H2 أهي H و H، والO كده كده بتبقى إيه يا جماعة؟ الO أهي. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي الأكسجين ما فيهاش أي مشكلة، دخلت ب1 خرجت ب1، ال Na دخلت ب1 خرجت ب1، ال Cl ب1 خرجت ب1. يبقى أنا كده ما عنديش إيه؟ ما عنديش أي مشكلة في الإيكويشن. طيب حلو قوي. تعالوا نشوف تاني رياكشن اللي هو أسيد مع مين؟ أسيد مع سولت. أسيد with salt يحصل exchange. طب أسيد مع سولت زي مين؟ زي الصوديوم كربونات Na2CO3. ده مين؟ ده أسيد. طب أسيد زائد سوري يا شباب، ده مين؟ ده السولت. يبقى أنا معايا ال Na2CO3 ده مين؟ ده السولت بتاعي. ده مين؟ السولت بتاعي. طيب السولت بتاعي هيتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع الهيدروكلوريك أسيد. هيتفاعل مع الهيدروكلوريك أسيد، يبقى Na2CO3 هيتفاعل مع ال HCl. المفروض إن هو هيديني إيه؟ المفروض يحصل double substitution. يعني إيه double substitution؟ يعني positive negative positive negative. البوزيتيف ياخد النيجاتيف والبوزيتيف ياخد النيجاتيف. وطبعا احنا بنبتدي اي كومباوند بالبوزيتيف. اي كومباوند البوزيتيف الجزء الثاني هو اللي بيكون بالنيجاتيف. يعني ما ينفعش حد يكتب نيجاتيف في الاول، ما ينفعش اكتب NaCl. يبقى اول حاجه هيديني ايه؟ NaCl بلس ايه؟ طب انا عندي هنا H و CO3،
قلنا اي كومباوند يبقى فيه كربونات يبقى اكيد هيطلع ايه؟ كربون دايوكسيد جاز. يبقى احنا معانا الكربون دايوكسيد جاز ايفولفز. طب معانا ايه كمان؟ معانا ووتر، معانا H2O. يبقى انا كان معايا NaCl بلس المفروض H2CO3. قسمت ال H2CO3 دي لإيه؟ لحاجتين. أول حاجة H2O، تاني حاجة مين؟ CO2. خلاص كده يا شباب؟ يبقى ده ماله؟ تاني نوع معايا اللي هو السولت بتاعي بيتفاعل مع مين؟ مع الأسيد بتاعي. طيب حاجة حلوة قوي قوي. طيب بعدين عندي reaction of two salts with each other. two salts with each other. طيب two salts with each other زي مين؟ NaCl الصوديوم كلورايد مع سيلفر نايتريت. صوديوم كلورايد مع سيلفر نايتريت هيديني ايه؟ اقسم الكومباوند بتاعي زي ما متعلمينها بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. يبقى هيديني AgCl الجزء البوزيتيف مع NaNO3. والايكويشن ما فيهاش اي بالانسنج، ما فيهاش اي بالانسنج. طيب يبقى NaCl AgNO3 اداني NaNO3 صوديوم نايتريت. يبقى صوديوم نايتريت وسيلفر كلورايد. طب السيلفر كلورايد ده BBT ده راسب لونه ابيض. راسب لونه ايه؟ ابيض. يبقى ال AgCl راسب لونه ابيض. يبقى أنا كده عندي reaction between two salt solution حصل double substitution. أنت تقعد مكاني وأنا أقعد مكانك. بعمل إيه؟ باخد الكومباوند أقسمه positive negative positive negative negative تمسك مع positive positive تمسك مع negative وأعمل two new compounds compounds. بيقول لي give reason why precipitate is formed on adding silver nitrate مع صوديوم كلورايد solution. silver nitrate مع مين؟ صوديوم كلورايد solution. يبقى due to a formation of silver chloride. طب أنا لما يجيب لي give reason بالشكل ده أكتب الإيكويشن؟ طبعا أكتب الإيكويشن. بيقول لي YBBT بيتكون لما بضيف مين؟ AgNO3. طيب مع مين؟ مع صوديوم كلورايد NaCl. قسم وفكك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. ايه اللي هيحصل؟ ال Na تاخد ال NO3 NaNO3 بلس AgCl بريسيبيتيت لونه وايت. بريسيبيتيت لونه وايت. خلاص كده؟ يعني ايه بريسيبيتيت؟ يعني مادة أو substance doesn't dissolve in water. خلاص؟ آخر نوع عندنا اللي هو مين؟ Oxidation and Reduction Reaction. Oxidation and إيه؟ and Reduction Reaction. الأوكسيديشن والريدكشن رياكشن ده أول حاجة عايزين نعرف إن هو له نوعين أو إن هو ليه two concepts. يبقى أنا بقسمهم على حسب according to إيه؟ according to traditional concept حاجة قديمة قوي مفهوم قديم والمودرن أو الإلكترونيك كونسبت. يبقى أنا بقسم أو بعرف الأوكسيديشن رياكشن عن طريق تو كونسبت. أول كونسبت معايا اسمه traditional concept. طب تاني حاجة اسمه الإلكترونيك كونسبت. الإلكترونيك إيه؟ كونسبت. طيب عايزين نعرف أصلا يعني إيه oxidation. according to ايه؟ according to traditional concept. according to ايه؟ traditional concept. قال لي والله الاكسيديشن بتاعي ده عايزين اول حاجة نشوف له example. طب ايه الاكزامبل بتاعي؟ زي ما احنا شايفين كده اللي حصل reaction between الكبر اوكسايد ومين؟ والدراي هيدروجين جاز.
طيب نلاقي ايه؟ نلاقي ان الهيدروجين جاز حصل ايه؟ عدى على الكبر اوكسايد. نيجي نبص نلاقي ان الهيدروجين ده خرج بره بقى H2O، سحب الاكسجين من الكبر، خد منها الاكسجين بتاعتها وخرجها لوحدها، خرجها CU. يبقى كده حصل ايه؟ حصل حاجة اسمها اوكسيديشن. حصل حاجة اسمها ايه؟ اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ oxidation يعني increasing in the percentage of الأكسجين. يعني increasing the percentage of الأكسجين، بعلي البرسنتج بتاعت الأكسجين بتاعي. يعني حصل ايه؟ حصل جيننج للاكسجين، خدت منك الاكسجين. يبقى انا العمليه دي، البروسيس دي اسمها ايه؟ اسمها اوكسيديشن. نلاقي ان ال H2 سحب الاكسجين من مين؟ من الكبر، وبقى H2O، بقى H2O. طب بالنسبة للسي يو اللي اتسحب منها الأكسجين، لا دي خرجت لوحدها وبقت سي يو. طيب أنا دلوقتي عندي ال H2 ده اللي عمل الأكسيديشن، ده اللي سحب الأكسجين عشان يكون لي ال H2O. طب ده بسميه إيه؟ بسميه reducing agent. يبقى اللي عمل لي الأكسيديشن أسميه reducing agent. طب بالنسبة لي ده بالنسبة لإيه؟ للهيدروجين. يقول لي an oxidation process occur، هقول له إيه؟ because it combined with الأكسجين. عشان عملت إيه؟ خدت الأكسجين. طب قال لي ليه الهيدروجين ده سميته reducing agent؟ ليه قلت على الهيدروجين ده reducing agent؟ عشان عمل مين؟ التوك ذا اكسجين اوي، سرق الاكسجين من صاحبه اللي جنبه، خد منه الاكسجين بتاعه، قال له هات الاكسجين وهسمي نفسي reducing agent. يبقى اللي عمل oxidation اسمه reducing agent، واللي هيعمل reduction هسميه oxidizing agent. الاتنين عكس بعض. طيب هنيجي هنا هنلاقي ايه يا شباب؟ هنلاقي ان السي يو او. طب السي يو او ده عمل ايه؟ السي يو او ده عمل ريدكشن. يعني ايه عمل ريدكشن؟ يعني ايه عمل ريدكشن؟ ريدكشن يعني ايه؟ خرج ايه؟ هو السي يو ده سي يو او خرج ايه؟ خرج سي يو. خرج ايه؟ سي يو. يعني عمل ايه؟ لوزنج للاكسجين اللي معاه، اتاخدت منه الاكسجين، عمل ريدكشن. ليه؟ عشان الاكسجين is taken away from it، اتاخد منه الاكسجين بتاعه. طب لما اتاخد منه الاكسجين بتاعه، بما ان هو عمل ريدكشن، هو احنا سميناه ايه؟ سميناه اوكسيدايزنج ايجنت. سميناه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. طب لما سميته اوكسيدايزنج ايجنت يبقى هو عمل ايه؟ عمل ريدكشن. يبقى اوكسيدايزنج ايجنت يبقى هو عمل ريدكشن. طب هو عمل اوكسيديشن يبقى سميته reducing agent. يبقى هنا الكبر اوكسايد considered as oxidizing agent. ليه؟ because it gave الأكسجين to hydrogen. قال للهيدروجين اتفضل الأكسجينية اللي معايا، أنا مش عايزها. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت reduction. يبقى أنا خد الأكسجين، أنا كده عملت reduction، اديتك الأكسجينية اللي معايا. طيب يبقى هنا جاي بيعرف لي يعني ايه reducing agent. يعني ايه reducing يعني عمل oxidation. reducing يعني عمل oxidation. يبقى it is the substance which take the oxygen away or give hydrogen during the chemical reaction. يعني ايه يعني ايه take الاكسجين away؟ يعني خد الاكسجين من زميله اللي جنبه، قال له انا عايزها. يبقى الاكسيديشن chemical process which causes increase in the percentage of oxygen increase in the oxygen percentage أو decrease in the hydrogen percentage. خلاص كده يا شباب؟ يعني اوكسيديشن ان انا بزود نسبة الاكسجين بتاعتي وبقلل نسبة الهيدروجين بتاعتي. فين؟ في السبستانس بتاعي. طيب
طب نتكلم يعني ايه oxidizing agent قبل ما نتكلم عليها. يعني ايه reduction ان انا بعمل decreasing in the number او decreasing in the oxygen percentage، بقلل من الاكسجين percentage بتاعتي، فبالتالي بعمل ايه increasing in the hydrogen percentage، بقلل percentage وعلي percentage. قلنا oxidizing يعني بعلي percentage of oxygen، oxidizing gaining oxygen، reduction هنعمل ايه losing oxygen يعني بقلل نسبة الأكسجين. طب يعني ايه oxidizing agent؟ هي substance which give الأكسجين or take الهيدروجين. أنا بديك الأكسجين يبقى أنا اسمي oxidizing agent. خلاص كده يا حبايبي فاهمين الجزء ده كويس قوي قوي قوي؟ طب هنا نعمل تيست بقى لنفسنا. أنا دلوقتي عندي CuO. طب الCuO ده حصل له إيه؟ تعالوا نبص كده. هل هو عالي في الأكسجين برسنتج ولا متاخدة منه؟ طب عشان ما نتلخبطش إحنا عارفين oxidation gaining of oxygen بياخد أكسجين. طب السي ده عمل إيه؟ عمل oxidation خرج بره بقى CO2 يعني عمل oxidation. طب اللي بيعمل oxidation بسميه ايه؟ بسميه reducing agent. يبقى انا مين عندي reducing agent اللي هو السي. طب هاجي ابص هنا CuO المفروض خرج بره بقى Cu يعني عمل ايه؟ decrease للبرسنتج of oxygen، عمل reduction. عمل ايه؟ reduction. طب اللي عمل reduction بسميه ايه؟ بسميه oxidizing agent. بسميه ايه؟ الاوكسيدايزنج ايجنت. طيب يا حبايبي احنا تاني حاجة هنتكلم عليها الاوكسيديشن اند الريدكشن فين؟ in الالكترونيك كونسبت according to الالكترونيك كونسبت. طيب according to الالكترونيك كونسبت جاية من اسمها electronic concept. يعني أنا هنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على gaining أو losing of الإلكترونز. طيب عايزين نعرف حاجة، عايزين ناخد example بسيط جدا جدا اللي هو إيه؟ ال Na. طب ال Na أتوم إحنا اتكلمنا عليها في الانترودكشن البيزكس اوف كيمستري، الحاجات اللي لازم نكون عارفينها وحافظينها كويس قوي قوي وفاهمينها عشان هنشتغل بيها، واهو احنا دلوقتي بنشتغل بيها. يبقى انا عندي اي اتوم كان جواها ايه؟ جواها افراد. كان عندي فردين اللي هو مين؟ البوزيتيف بروتون والنيوترال نيوترونز. النيوترال ايه؟ نيوترونز. وكنا بنقول ان البوزيتيف بروتون ايكوال ايه؟ النيجاتيف ايه؟ الكترونز. نفس النمبر، لو ده 11 يبقى ده 11، لو ده 12 يبقى ده 12. يبقى احنا هنوزع ايه دلوقتي؟ هنوزع البروتونز هيبقى ايه؟ 2 8 1 2 8 1. طب انا عندي الصوديوم اتوم هتتحول لايه؟ هتتحول لصوديوم ايون عليها بوزيتيف تشارج. طيب عندي الكلورين هنا، الكلورين كام؟ كلورين 17. لما اجي اوزع ال 17 هيبقى 2 8 7. 2 8 ايه؟ 2 8 7. طيب يبقى انا كده ال Na بقت بوزيتيف تشارج وال Cl بقت نيجاتيف تشارج، عملت جيننج ال1 الكترون، جيننج ال1 الكترون وتحولت لايه؟ ل Cl عليها نيجاتيف تشارج. يبقى يتكون عندي NaCl وده ايه؟ التيبل سولت الملح اللي احنا بناكله اسمه NaCl الصوديوم كلورايد. طيب يبقى انا كده حصل ايه؟ حصل ان ال Na اللي عملت لوز للالكترون، ده بيحصل لها اوكسيديشن. بيحصل لها ايه؟ اوكسيديشن. طب الCl اللي عملت جيننج وتحولت لنيجاتيف ايون بقى عليها نيجاتيف تشارج، عملت ايه؟ عملت ريدكشن. يبقى انا هنا according to ايه؟ according to electronic concept ان الصوديوم عمل الاكسيديشن بروسيس. ليه؟ because it loses an electron and it changes into positive sodium ion. طب اللي بيعمل oxidation قلنا بنقول عليه ايه؟ reducing agent because it loses an electron during the chemical reaction which change into positive sodium ion.
يبقى عندي الاكسيديشن according to electronic concept. يعني ايه الاكسيديشن؟ عندي بيعمل losing للالكترونز. losing الايه؟ للالكترونز. طب نيجي عند الكلورين. لا الكلورين عملت reduction process. ليه reduction؟ عملت gaining للالكترون and change into negative chloride ion. change into negative chloride ion. طب ايه اللي كان بيعمل reduction؟ كنت بقول عليه oxidizing agent عشان بيعمل gain an electron during the chemical reaction. هو بيتحول لايه؟ لنيجاتيف كلورايد ion. جميل جدا جدا. يبقى يعني ايه اوكسيديشن؟ هي الكيميكال رياكشن اللي الاتوم بتاعتي بتعمل فيها لوز للايه؟ لالكترون اور more. طب يعني ايه reducing agent؟ substance which lose. بتعمل ايه؟ losing لالكترون or more. طب يعني ايه reduction؟ reduction هي البروسيس اللي بيحصل فيها gaining. الاتوم بتاعتي بتعمل gaining لالكترون or more. طب يعني ايه oxidizing agent؟ هي السبستانس which gain اللي بتعمل gaining لالكترون or more. خلاص؟ يعني هنا الريدكشن بقول عليه chemical process، لكن الاوكسيدايزنج agent ده فاكتور بقول عليه ايه؟ بقول عليه substance. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي most metals are strong reducing agent. ليه الميتالز strong reducing agents وليه النون metals strong oxidizing agent؟ قلنا reducing agent يعني بيعمل oxidation. reducing يعني بيعمل ايه؟ oxidation. طب النون ميتالز بتعمل ايه؟ النون ميتالز بتعمل gain للالكترونز. بتعمل ايه؟ gaining للالكترونز، فبالتالي بتعمل reduction. يبقى لما بيقول لي الميتالز دول strong reducing agent بقول له عشان tend to lose بيعملوا lose للالكترونز. طب النون ميتالز بيعملوا ايه؟ بيعملوا gaining للالكترونز. خلاص يا حبايبي، يبقى احنا كده لخصنا مين؟ لخصنا الريدكشن والاكسيديشن في حاجتين، ان احنا بنصنفهم على حسب تو كونسبت. هي traditional concept وده عبارة عن gaining للأكسجين أو losing للأكسجين. طب تاني حاجة اللي هو الإلكترونيك concept اللي هو gaining of electrons أو losing of electrons. واحنا عارفين ان اي ميتال في الدنيا بيعمل ايه؟ losing للالكترونز. ايه السبب؟ خدناها في الانترودكشن. عنده less than 4 electrons in the outermost shell. عنده اقل من ايه؟ من 4 electrons. طب النون ميتالز عنده more than 4 electrons. نسأله الأحسن ليك تعمل gain ولا تعمل lose؟ يقول لك لأ، أعمل gain وأتحول لنيجاتيف ion. طيب يبقى هنا لما نيجي نبص نلاقي هنا ايه؟ CU. السيو حصل له ايه؟ CU عمل losing ال 2 electrons. يبقى ده كده عمل ايه؟ oxidation. طيب نيجي نبص على الاي جي السيلفر عمل ايه؟ دخل عليه مين؟ دخل عليه الكترون. يبقى هو كده عمل ايه؟ ريدكشن وتحول لاي جي. خلاص كده اي جي طبعا اتوم. طيب يبقى السمري هنا الريدكشن والاكسيديشن. ايه اللي حصل؟ الاكسيديشن بيعمل ايه؟ الاكسيديشن بيعمل جيننج للأكسجين. بيعمل جيننج للإيه؟ للأكسجين. بيزود الأكسجين برسنتج، بيعلي نسبة الأكسجين. وبيعمل إيه؟ give الهيدروجين. give الايه؟ الهيدروجين. يعني الاكسيديشن بيعمل جيننج الاكسجين والهيدروجين ايه؟ بيعمل decreasing للبرسنتج بتاعتها. طيب بيعمل losing ولا جين للالكترونز؟ لا بيعمل lose للالكترونز. طب الريدكشن بروسيس؟ لا الريدكشن بيعمل ايه؟ الريدكشن بيعمل الريدكشن بيعمل ايه؟ ايوه الريدكشن بيعمل المفروض losing للاكسجين. اتلخبطت يا شباب ولا اي حاجه؟ الريدكشن بيعمل ايه؟ losing للاكسجين. طب الاكسيديشن gaining للاكسجين. طيب ما انه بيعمل lose هنا للاكسجين بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ يبقى الهيدروجين بتاعي هو اللي بيحصل له ايه؟ increase.
طيب بالنسبة للإلكترونز لا، هنا أنا بعمل جيننج للإلكترونز، يبقى الأكسيديشن لوزنج للإلكترونز، لكن الريدكشن عامل جيننج للإيه؟ للإلكترونز. طيب لو جينا هنا نعمل تيست، تعالوا نشوف which of the following reactions represent oxidation process. طيب احنا قلنا الاكسيديشن بيعمل ايه؟ losing للالكترون، يعني الام جي اتوم اللي هي كام اصلا؟ ام جي 12 2 8 2 عندها 2 الكترون تندس to lose، تقول لك لا انا افقدهم واتحول لام جي بوزيتيف 2، ام جي ايه؟ بوزيتيف 2. يبقى انا كده عملت هنا ايه؟ عملت اوكسيديشن. حلو كده؟ طيب نيجي للاكزامبل التاني، الايرن بقى بوزيتيف 2 بقى بوزيتيف 3، يعني فقد الكترون. هنا كان بوزيتيف 2 هنا بقى بوزيتيف 3، عمل ايه؟ عمل لوزنج ل1 الكترون، يبقى هنا برضو عمل ايه؟ اوكسيديشن، وبسميه هنا ايه؟ reducing agent. طيب هنيجي هنا عند Cl2. Cl2 عملت ايه؟ عملت جيننج للإلكترون، خدت إلكترون وتحولت into ايه؟ تحولت into ion، يبقى ده عمل ايه؟ عمل ريدكشن. طيب هنا ال N-2 بلس دخل عليها الكترون، اتحولت لايه؟ اتحولت ل N-، بدل ما كان عندها نيجاتيف 2 بقى عندها نيجاتيف 1، خدت الكترون، هنا عملت ايه؟ عملت ريدكشن، عملت جيننج للالكترونز. خلاص كده يا حبايبي، بكده نكون انتهينا من ليسون 1. عايزين مذاكرة حلوة قوي للليسون ده، ليسون سهل وبسيط جدا جدا جدا. لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتس، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك اي فيديو جديد. سلام.